السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة ان شاء الله في فيديو جديد وموضوع جديد. وهنتكلم النهاردة عن ملخص فيلم الأجنبي The Mountain Between Us. بيحكي الفيلم ده يا حبايب قلبي قصة بين طبيب بريطاني وبين كاتبة وصحفية. تدور أحداث الفيلم ده يا حبايب قلبي بين الطبيب البريطاني ده اللي قلنا عليه، هو من أصول أفريقية، وبيعيش على ذكرى حبه لزوجته اللي توفت. وفي أثناء سفره لوجهة معينة عشان يجري جراحة خطيرة لطفلة، ظهرت أليكس دي هي الكاتبة والصحفية اللي بتعيش قصة حب مع رجل أعمال، مسافرة إلى نفس وجهة الطبيب، لكي تتزوج حبيبها اللي هو مين؟ رجل الأعمال. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده يا حبايب قلبي؟ هتدور أحداث الفيلم يا حبايب قلبي، وبسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف ايه اللي هيحصل؟ المطارات طبعا أوقفت جميع الرحلات الجوية، وبناء عليه لجأ الطبيب والكاتبة لاستئجار طائرة خاصة توصلهم لوجهتهم المقصودة. وأثناء الرحلة هتسقط الطائرة في وسط الجبال التي تضربها العاصفة الثلجية بشدة. طيب لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي لي لايك من أحلى اخوات وأحلى عيلة. وأحب أشكر كل متابعيني من جميع أنحاء الوطن العربي، شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. طيب الطبيب اللي حبايب قلبي، الطبيب كان وفي جدا يا حبايب قلبي لزوجته المتوفية، والكاتبة وفية جدا للحب، لكن الأحداث وضعتهم في اختبار أيهما أقوى، الحب أم التعود. طيب بسبب حادثة سقوط الطائرة دي، الكاتبة إيه اللي حصل لها يا حبايبي؟ انكسرت رجلها وأصبحت شبه عاجزة عن الحركة، وكان من الممكن إن الطبيب يتخلى عنها وينجي هو بحياته، خاصة إنها كانت مالها غريبة عنه، لكن هو رفض وتمسك وحاول يساعدها بكل الطرق. وطبعا يا حبايبي دي كانت رجولة منه وشهامة. ومع اشتداد البرودة بدأ يجمع الحطب ويشعل النار عشان يدفيها. وهنا كانت بدأت مرحلة الاهتمام. طيب ايه اللي حصل يا حبايبي كمان؟ كان بيوفر ليها الاكل والطعام اللي هي بتاكله. يعني كان بيوفر الاكل وهو ما كانش بياكل حاجة، وكان بيمتنع عن الاكل، تمام، بحجة ان هو مش جعان. طبعا هو عارف ان الرحلة طويلة، وهي مش يعني مش هتقدر تستحمل، هي برضو مهما كان انثى ومش هتقدر تتكيف مع الجو والمعيشة، وخصوصا ان كمان رجليها كمان اتكسرت، فحس ان هي مسؤولة منه، تمام كده. فهي يا حبايب قلبي شعرت بتحمله المسؤولية بتاعتها رغم كل الظروف، وبالرغم ان هو شخص غريب عنها، حست ان هو فعلا مهتم بيها وان هو شايل مسؤوليتها. طيب بعد كده يا حبايبي، طبعا هي كان معاها كلب يا حبايب قلبي، وفقدوا الكلب ده اثناء العاصفة. فهي طلبت منه طلب غريب، وهو بالرغم الظروف المميتة اللي حواليهم، هو ان هو ينقذ الكلب. وبالتالي هو يا حبايبي ما رفضش الطلب بتاعها خالص، وقام بإنقاذه بالفعل بالرغم العاصفة الجوية. والغريب يا حبايبي ان هو طبعا حاول ان هو ما يزعلهاش ويبحث عن الكلب، رغم ان العاصفة دي كانت ممكن تموت الطبيب. طيب بعد كده ايه اللي حصل يا حبايب قلبي؟ هي طبعا حست ان هو مستعد ان هو ممكن يعمل اي حاجة عشان خاطرها، لان هو انقذها مرات كتير من الموت، ماشي. طبعا عشان خاطر الجو الوحش، طبعا ساب لها اكله، اهتم برجلها المكسورة، اهتم بتدفئتها، تمام. فحست بان هو فعلا مستعد يعمل اي حاجة عشان خاطرها. طيب بعد كده يا حبايبي فضلوا ماشيين لغاية لما وجدوا كوخ قديم قعدوا فيه يا حبايب قلبي، ماشي. وانقطعوا طبعا عن الاكل نهائي. هو الدكتور اتقطع عن الاكل خالص، ما بقاش ياكل خالص عشان يوفر لها الاكل. وهنا كان زاد شعور التمسك والاهتمام، حست قوي بتمسكه واهتمامه بيها. وفي النهاية وبعد نجاتهم
وصلت ايه لحبيبها بعد ما ايه النجاة بتاعتهم وصل والجو طبعا اتظبط. وصلت ايه لحبيبها وسألت نفسها السؤال المهم: هو الحب أهم ولا التعود؟ وهل الحب وحده بيكفي ان احنا نوافق نعيش مع انسان باقي حياتنا بدافع الحب بس، ولا الافعال هي اللي ممكن تدل على شهامة الراجل وقدرته على تحمل المسؤولية وعندها او تحمل المسؤولية؟ ولما احتارت في الإجابة راحت اتصلت بالطبيب، لكن الطبيب للأسف يا حبايب قلبي مردش عليها، لأنه ايه اعتقد ان هي اتجوزت من حبيبها وأصبحت ايه امرأة متزوجة، فكان وفي لزوجته وكان وفي ايه للإنسانة اللي ارتبطت بشخص تاني أو تزوجت، فما كانش راضي يرد عليها. تمام يا حبايبي؟ طيب خطيبها إيه اللي حصل معاه يا حبايبي؟ خطيبها لاحظ ان هي اتغيرت تغير خالص، تغير كبير جدا جذري يعني. لاحظ تغيرها النفسي وتبدل مشاعرها، وراح قال لها ان هو متفهم حالتها النفسية، وان هو عارف طبعا اللي مرت بيه في الرحلة اللي حصلت والظروف اللي تعرضت لها. تمام كده. وقال لها ان هو هيفضل يحبها، ولكنها قررت ايه الانفصال عنه. وراحت يا حبايب قلبي اتصلت تاني بالدكتور وقابلته، وفي المقابلة قالت له انها انفصلت عن خطيبها. راح وضح لها ان هو ما ردش على الاتصال بتاعها لان هو اعتقد ان هي ايه اتزوجت، واحتراما لهذا ايه الزوج هو ما ردش ايه عليها. وهنا قالت له ان هي رفضت الزواج بخطيبها اللي كانت مخطوبة ليه دهوت، لانها اكتشفت ان القلب مجرد عضلة، عضلة، لكن العقل هو اللي بيدير الحياة. وهو كذلك قام واعترف لها ان هو اتعود على وجودها في حياته، ومن ثم استمروا ايه مع بعض. في الخلاصة يا حبايب قلبي، في نهاية القصة دهيت او نهاية الفيلم دهوت يا حبايب قلبي هنستفيد ايه؟ هل الحب ام التعود هما اللي هيستمروا؟ هنلاقي الخلاصة ان الحب ليس للشخص ان الحب ليس للشخص اللي بيبهرك بشكله وكلامه وما حوله، لكن الحب هو الشخص اللي مستعد يضحي بكل شيء في سبيل راحتك وامانك واسعادك، ويحاول ان هو يبديك على نفسه علشان يوفر لك كل سبل الراحة، وعشان ايه يحقق لك كل سبل السعادة والفرح. وبهنا كانت يا حبايب قلبي نهاية الفيلم. وهنا طبعا ليه مغزى كبيرة جدا، الفرق بين الحب وبين الاهتمام، وايه اللي بيفضل، هل الحب بيستمر لوحده ولا الاهتمام والتعود. وطبعا يا حبايب قلبي اتمنى يكون ملخص الفيلم عجبكم، واللي حابب طبعا يشاهد الفيلم يبقى يخش يتفرج على الفيلم طبعا باللغة الأصلية. وأتمنى أن أنا أكون فدتكم وأكون قدمت لكم ملخص كويس للفيلم. شكرا ليكم، شكرا لوجودكم، شكرا لحسن استماعكم. أشوفكم في فيديو جديد، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع منوعات مع لميا، وأتمنى أن انتم ما تنسوش البصمات في حفظ الله جميعا.